السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة أخدكم في جولة مختلفة لمكان رائع وجميل كلنا هنحبه، وهو مقياس النيل الموجود في الروضة. كان لنهر النيل أهمية عظمى عند المصريين قديما وحديثا، لأن مصر كانت بمثابة دولة زراعية، ولذلك تم بناء مقياس النيل عشان يقيس درجة الفيضان في نهر النيل. والفيضان كان بيحدث قديما في شهر أغسطس، وكان بيتميز أو كانت بتتميز لون مياه نهر النيل بالحمرة، وده لأنها كانت بتيجي محملة بالحمرة من هضبة الحبشة. وكان مستوى نهر النيل بينخفض في شهر مايو من كل عام. وعرف مقياس النيل اللي موجود في الروضة اللي احنا شايفينه دلوقتي بأكتر من اسم. أول حاجة عرف بالمقياس الهشمي، أو بالمقياس الجديد، أو بالمقياس الكبير، أو بمقياس الروضة، وهو يعتبر أقدم مقياس نيل في مصر لسه موجود حتى الآن، لأن معظم المقاييس اللي بنيت في مصر القديمة هدمت. وإحنا أول ما بندخل لمنطقة مقياس النيل بنلاقي تمثال قدامنا للعالم أحمد ابن محمد الفرجاني، أو بيسموه الفرجاني. ولد في مدينة أوزبكستان، ويقال إن هو وضع التخطيط الهندسي للمقياس، وتوفي سنة 861، ودي السنة اللي انتهى فيها من بناء أو من تشييد المقياس. والمقياس ده كان له أهمية كبيرة جدا عند المصريين قديما وحديثا، لأنه كان بيقيس يعني مستوى مياه نهر النيل. وقد تم بناؤه بأمر من الخليفة العباسي المتوكل على الله سنة 274 هجريا 861 ميلاديا، ويعتبر هو تاني أقدم بناء إسلامي في مصر بعد الفتح الإسلامي سنة 640 ميلاديا. وطبعا في مبنى أقدم منه، بس هسيبكم انتوا اللي تقولوا لي عليه في التعليق. ده كده شكل المبنى من الخارج، وشايفين ان القبة بتاعته مدببة إلى حد ما. تم بناؤه في الجانب الجنوبي لجزيرة الروضة، وده بعد ما دمرت كل المقاييس اللي تم بنائها في الفترة الفرعونية أو في عصر مصر القديم. احنا شفنا قطة من شوية، دي بسبوسة اللي موجودة هناك في المقياس، وانا كل ما بروح بلعبها، وهي عشان كده واخدة عليا شوية. شايفين المقياس من الخارج، شكل المنطقة جميل وفي منتهى الروعة، والمكان ممكن تروح تقضي فيه يوم كويس مع الأسرة. طبعا كان بعد موسم الحصاد كان بيتم الاحتفال عن طريق السلطان بأكتر من شكل. والمقياس من الداخل كان بيتوسطه عمود رخامي ثلاثي طوله 19 ذراع. وبلاش ندخل بقى في قصة الزراعة ومش الزراعة، لأن احنا لو اتكلمنا فيه هتوه مني بين زراعة وقدم، فخلينا نقول ان هو كان ارتفاعه تقريبا 10.5 متر. المقياس كان بيستخدم لقياس مستوى الفيضان، على أساسه كان بيتم تحديد قيمة الضرائب اللي هيتم فرضها على الفلاحين تجنبا للظلم. وكان بيتم كمان الاستعداد لفتح السدود للاستفادة منها والاستفادة من المياه الزائدة. زي ما احنا شايفين كده ان المقياس كان مبني على مستويين من الأسفل، وكان تم الحفر في الطمي أثناء موسم الجفاف، وده كان أمر مهم جدا عشان خاطر يقدروا يحفروا أو يبنوا المقياس، كان لازم يكون المنطقة جافة. وتم بالفعل بناء البئر أو حفر البئر في باطن الأرض على مستويين، مستوى مثلث أو مستوى دائري ومستوى مربع. وكان المبنى من أسفل زي ما احنا شايفين كده بيزداد ثمكا. ليه؟ عشان خاطر يقدر يحمي من قوة المياه المحملة بالطمي. وزي ما احنا شايفين كده في 3 فتحات في المقياس على مستوى مختلف عشان خاطر تدخل منها المياه للمقياس ويتم من خلالها القياس. زي ما احنا شايفين ان المقياس بتاع له قبة دائرية من الداخل يتخللها شبابيك فيها زجاج معشق وملون. القبة الدائرية من الداخل هي من بره مدببة وتأخذ شكل القلم الرصاص، ولذلك أنا برجح أن هي تكون تم إنشائها أو تم إضافتها في العصر العثماني. وده تبكل اللي هو الشكل الخارجي للمآذن اللي تم إنشائها في الفترة دي. طبعا العمود زي ما احنا شايفين بيعلوه قطعة خشبية مستعرضة منقوش عليها بعض النقوش بالخط الكوفي. تمام. والخط الكوفي المزهر ده كان منتشر في العصر الفاطمي، فممكن يكون تم عمل إضافات للمقياس في فترة لاحقة. المقياس أو كلمة مقياس بتطلق باللغة الإنجليزية نايلوميتر أو نايلوميتر as you say، وفي نفس الوقت كلمة زراعة بالإنجليش
كيوبيت. فالعمود زي ما احنا شايفين بينتهي بقمة كورنثية، وهو مثمن وكان بيتم من خلاله قياس مستوى نهر النيل. لو المستوى قل من 16 يبقى كده في جفاف، لو المستوى 16 يبقى كده ما شاء الله أفضل وقت ويتم الاحتفالات ويتم عمل السلطان يوزع يعني هدايا على الناس، لأن كده الوقت ده معناه إن ده أفضل موسم للحصاد. طيب لو 19 أو أعلى من كده أو أقل من كده ده معناه إن في والعياذ بالله كارثة. زي ما احنا شايفين الألوان جميلة، وشكرا جزيلا ليكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وعلى موعد بإضافة فيديوهات تانية في الأيام القادمة.